الفصل الأول. أنا أعلم الشرف. أنا حنان، دكتورة حنان صالح، أستاذة في قسم اللغويات والثقافة العربية في الجامعة، 48 عاماً من العمر، منها 30 سنة بين الكتب والمحاضرات والأبحاث. الناس يعرفونني في الجامعة كأستاذة محترمة، طلابي يحترمونني، زملائي يكنون لي تقديراً، وأنا أستحق هذا الاحترام. أقول لكم هذا في البداية لأنكم حين تسمعون ما سيأتي ستسارعون إلى الحكم، وأنا لا أريد حكمكم قبل أن تعرفوا من أنا حقاً، من أنا داخل هذا الجسد الذي يقف كل يوم أمام طلابه ويتحدث عن الشرف والكرامة والحدود. أنا لست امرأة سيئة، أقولها وأنا واثقة. الإنسان الجيد ليس من لا يخطئ، الإنسان الجيد هو من يقر بإنسانيته. ومن بين كل الأشياء التي أعرفها عن الشرف العربي شيء واحد أعرفه أكثر من أي شيء آخر، أن الشرف ليس جداراً من الحجر. الشرف هو قرار يتخذ كل يوم في كل لحظة ضعف، وأنا في تلك اللحظة لم أتخذ القرار الصحيح. كل صباح أدخل قاعة المحاضرات، أضع حقيبتي على المنضدة، أنظر في وجوه طلاب الشباب وأبدأ. أتحدث عن الشرف كمفهوم اجتماعي، أشرح كيف ارتبط مفهوم الشرف في الثقافة العربية بسمعة الأسرة كلها، ليس فرداً واحداً. أشرح أن كلمة فضيحة في اللغة العربية لا تعني مجرد خطأ شخصي، بل تعني انهياراً اجتماعياً يطال الجميع. أروي لهم قصصاً من الأدب العربي الكلاسيكي، من شعر الجاهلية، من ألف ليلة وليلة، من روايات نجيب محفوظ. أتحدث وكأنني خبيرة تقف خارج الظاهرة وتحللها، لكنني لم أكن خارجها، كنت داخلها. خالد زوجي بدأ يخون منذ 3 سنوات. لا تسألوني كيف أعرف، المرأة تعرف دائماً، تعرف من الصمت الذي يأتي بعد الكلام، تعرف من الهاتف الذي يقلب وجهه للأسفل، تعرف من الرائحة التي تختلف، تعرف من البرودة التي حل محل كل دسء ببطء كالشتاء يحل محل الخريف، يوماً بعد يوم، حتى تجدين نفسك تنامين في نفس السرير وبينكما فجوة لا ترى لكن لا يمكن تجاهلها. 3 سنوات وأنا أعرف وأصمت. لماذا أصمت؟ لأنني أنا التي تدرس الشرف، لأن الطلاق يعني الفضيحة، لأن ابنتي سلمى تدرس في الجامعة ذاتها التي أدرس فيها، لأن أمي مريضة وأخبارها ستكسرها، لأن زملائي يعرفونني كأستاذة ناجحة ذات بيت مستقر، وكيف لي أن أكون نموذجاً لطلابي إذا كان بيتي ينهار؟ فاخترت الصمت. اخترت الوجه الذي يقول كل شيء على ما يرام في الصباح. اخترت أن أعلم الشرف بالنهار وأبكي في الليل بصمت لا يسمعه أحد. هذا هو من أنا. هذا هو خالص ما كانت عليه حياتي قبل أن يأتي حسن البستاني، الرجل الذي جاء ليصلح السور ثم بقي وغير كل شيء، واللي حصل بعدها ما توقعته يوماً من الأيام. الفصل الثاني. حسن. جاء حسن في 3 من يونيو. أتذكر التاريخ لأنه اليوم الذي أعلنت فيه أخبار الطقس أن صيف هذا العام سيكون أشد حرارة من المعتاد، كأن الكون كان يعطيني تحذيراً لم أفهمه. طرق الباب الخارجي 3 مرات، نقرات هادئة ومنتظمة. فتحت الباب ووجدت رجلاً في 31 أو 32 من عمره، طويل القامة، بشرة سمراء من العمل تحت الشمس، يرتدي سروالاً كتانياً ميسر الهيئة وقميص أبيض بلي كثيراً، يحمل عدة عمل في كيس كبير. نظر إلي بعيون بسيطة وقال بلهجة مصرية: صباح الخير يا هانم، أنا حسن من شركة الخضرة للحدائق. مد يده للمصافحة ثم سحبها بسرعة حين لاحظ أنني لم أرد، ليس تكبراً مني، فقط عادة لم أفكر فيها. ابتسم وقال: ماشي، الحديقة منين؟ أشرت له إلى الجانب الجانبي من البيت. قال: ماشي وانصرف. في البداية لم أنتبه إليه أكثر مما انتبه لأي عامل يأتي لإصلاح شيء في البيت. كنت أنتهز غيابه وأعود لعملي،
كنت أعد له كوب ماء بارد في الظهر وأتركه على الطاولة الخارجية دون أن أقول كثيراً: عادي، محترم، كفى. لكن في اليوم الثالث حدث شيء صغير. كنت أجلس في غرفة مكتبتي المطلة على الحديقة وأكتب بحثاً، والتفت بالصدفة فرأيته يجلس تحت شجرة الجهينية يأكل وجبته، خبز وشيء لا أعرف ما هو، والأغرب أنه كان يغني بصوت خافت جداً، لكن في الصمت المطلق للظهيرة كنت أسمعه. أغنية قديمة لا أعرف اسمها، لكن فيها شيء دافئ، كأنه يغني لنفسه لمجرد أنه يحب الغناء، ليس لأحد، ولأسباب لا أفهمها حتى اليوم. وقفت عند النافذة وسمعت حتى انتهى. في اليوم الخامس سقطت إحدى نباتاتي المفضلة من حافة النافذة الخارجية. القصيص تكسر، النبتة على الأرض. مررت من جانبها مسرعة وقلت في نفسي لاحقاً، لكن حين خرجت بعد ساعة وجدته قد أعاد النبتة إلى قصيص آخر، وضعها بعناية. ضغط على التراب برفق. ما قلت: لم أطلب منك ذلك. قال ببساطة: أعرف، بس النبتة ما ذنبتش. النبتة ما ذنبتش، جملة بسيطة لكنني فكرت فيها لفترة غريبة. في الأسبوع الثاني أصبحت أخرج أكثر إلى الحديقة حين يكون هو فيها. لم أعترف بذلك لنفسي وقتها. كنت أقول: أحتاج للهواء، أحتاج لاستراحة من الكتابة. لكن الحقيقة التي لا أعرف متى بدأت أدركها هي أنه كان يمنح الحديقة جواً لم أشعر به منذ وقت طويل، جواً من الهدوء، من الوضوح، من أن الأشياء يمكن أن تعالج وتصلح وتعود لطبيعتها. وأنا التي تعيش مع رجل لا يصلح أي شيء ولا يريد إصلاح أي شيء، وجدت في هذا الرجل البسيط شيئاً يسحبني. في اليوم 12 رأيته يحمل ورقة ويحدق فيها بعينين متمركزتين. كانت ورقة تعليمات لأحد المبيدات الحشرية. قرأها ببطء شديد وشفتاه تتحركان. سألته: كل شيء على ما يرام؟ قال: بحاول أقرأ، بس الكلام ده صعب، الكلام ده الفصحى. أيوة، أنا قريت شوية بس مش قوي في القراءة. وقفت لحظة ثم قلت: حاول مرة تانية، قل لي ما تفهمه. قرأ ببطء، أغلط لكن حاول. وأنا نظرت إليه وفكرت: كم شخصاً رأيت في حياتي يحاول بهذه الصدقة. الفصل الثالث: الكتاب في الحديقة. بعد ذلك اليوم ب3 أيام أخرجت كتاباً قديماً من مكتبتي، كتاب تعليم قراءة وكتابة. كان موجوداً في مكتبتي منذ سنوات، من أيام كنت أدرس دورات محو أمية طوعية. وضعته على الطاولة الخارجية، وحين جاء حسن قلت له: تعال. نظر إلى الكتاب، نظر إليه وقال: إيه ده؟ قلت: كتاب قراءة. قال: الدكتورة هتعلمني إذا أردت. صمت لحظة ثم جلس. هكذا بدأت الدروس، بلا مقدمات كبيرة، بلا قرارات معلنة، بكتاب قديم وكرسيين وشجرة ياسمين فوقنا. في أول درس قضينا وقتاً طويلاً فقط على حروف المد، الألف الطويلة والواو والياء. كان يكرر بعدي بتركيز شديد، حين يخطئ يعيد. لم يقل ولا مرة صعب أو أنا مش قادر، فقط يعيد. قلت له في نهاية الدرس: أنت تحاول بجدية. قال: أنا حياتي كلها بتحاول بجدية، الفرق إنه المرة دي في حد بيساعدني. هذه الجملة، هذا الفرق الصغير في الكلام. أدركت أنه لم يكن يشكو، كان يشير إلى شيء أكبر، إلى أن الجدية وحدها لا تكفي إذا كنت وحيداً. تكررت الدروس يوم بعد يوم، أحياناً يوماً بعد يومين، ساعة في الغالب، أحياناً ساعتان. بدأ يتقدم، الحروف صارت له وجوهاً مألوفة، الكلمات البسيطة صارت تخرج منه دون توقف. قرأ ذات يوم جملة كاملة بدون أن أتدخل: البستاني يحب النباتات وتحبه النباتات. ثم ضحك من البطن، واسعة، صادقة، الضحكة التي ذكرتني بها الضحكات التي لم أسمعها في بيتي منذ زمن. أيضاً بدأنا نتحدث أكثر. القهوة الطويلة بعد الدرس، حدثني عن قريته في الصعيد، عن أبيه الفلاح الذي مات وهو صغير، عن أمه التي ربته وإخوته ال5 وحدها، عن حلمه قبل سنوات بأن يبني غرفة للنوم بدلاً من الغرفة الواحدة التي كانت تجمعهم جميعاً، عن حبه للزراعة والنباتات. النبتة بتقولك بصراحة لو أنت زارعها صح، مش بتعمل تمثيل. قلت: يعني النبتة أصدق من الناس. ضحك بكثير. وجدته يسمع بشكل مختلف، ليس الاستماع المهذب الذي يومئ ليقول أنا مصغٍ، بل الاستماع الذي تقرأ فيه أن الشخص الآخر فعلاً يريد أن يعرف.
متى آخر مرة سمع مني خالد بهذه الطريقة؟ لا أتذكر. في الأسبوع الرابع أصبحت الدروس قد تحولت إلى شيء آخر، لم تعد فقط قراءة وكتابة، كانت نقاشات. قرأنا قصيدة لأحمد شوقي، شرحتها له، سأل عن كل شيء. لماذا هذه الكلمة تكتب هكذا؟ ما الفرق بين الفصحى والعامية؟ أسئلته جعلتني أفكر في لغتي من جديد. كنت أشرح له ما أعرفه منذ سنوات وكأنني أكتشفه لأول مرة. شيء ما في براءة أسئلته جعل المعرفة تبدو جديدة ومضيئة، وشيئاً فشيئاً بدأت الدروس تمتد. لم نعد نتحدث فقط عن اللغة، تحدثنا عن الكتب. حدثته عن روايات قرأتها، استمع باهتمام حقيقي، لم يكن يتظاهر، كان يريد أن يعرف. حدثني عن قريته، عن أبيه الفلاح، عن أمه التي ربته وإخوته وحدها، عن حلمه بأن يبني غرفة جديدة، عن حبه للزراعة وكيف أن النبتة تكشف لك بصدق إذا كنت ترعاها أو لا. وأنا تحدثت أيضاً ليس عن خالد، لكن عن الجامعة، عن الطلاب، عن الكتب التي أحببتها. وجدته يسمع بشكل مختلف، ليس الاستماع المهذب الذي يومئ ليقول أنا مصغٍ، بل الاستماع الذي تقرأ فيه أن الشخص فعلاً يريد أن يعرف. متى آخر مرة أحسست بهذا الفصل الرابع؟ ما لا يسمى. مر الشهر الثاني، الحديقة تحولت تحت يديه، الورود الحمراء أمام الباب أصبحت كثيفة ومزهرة، العشب أخضر، شجرة الياسمين في جانب الحديقة كانت تخرج أزهارها في موجات متتالية، كل أسبوع دفعة جديدة من البياض والعطر. وأنا كنت أنتظر أيام الدروس. هذا الشيء لم أعترف به لنفسي في البداية، كنت أقول أنا فقط أساعد إنساناً في التعلم، هذا عمل نبيل، هذا ما يفعله المعلمون. لكن حين صادف يوماً أن اتصلت الشركة وأخبرتني أنه لن يأتي لأنه مريض، وجدت نفسي أنتظر اليوم التالي بقلق لا مبرر له. لماذا أقلق على بستاني مريض بهذا الشكل؟ لم أجب على السؤال. في الأسبوع الثامن بدأت ألاحظ أشياء صغيرة، حين يشرح لي شيئاً يميل قليلاً نحوي، حين أصحح له كلمة في الكتاب أصابعنا قريبة على نفس الصفحة، الكرسيان اللذان كانا في البداية على جانبي الطاولة صارا دون أن ألاحظ على نفس الجانب. لم أغير هذا. ذات مساء كان يقرأ نصاً عن الطبيعة، وقف عند كلمة اشتياق. قال: دي تعني إيه؟ قلت: الاشتياق يعني أن تحن إلى شيء أو شخص غائب، أن تريده ويكون بعيداً عنك أو قريباً منك لكنه لا يراك. صمت لحظة ثم قال: وقرأ الجملة مرة أخرى بصوت أهدأ. لم يسألني لمن أو لماذا، قلت قريباً منه لكنه لا يراك، لكنه فهم. وأنا حين قلتها أدركت أنني لم أكن أشرح له معنى الاشتياق، كنت أعترف بشيء لم أقله لأحد من قبل. في نهاية ذلك المساء وقفت على باب الحديقة لأودعه بعد انتهاء الدرس كما اعتدنا. كانت السماء تصبغ بالذهب والبرتقال، الياسمين في أوج عطره. هو يجمع أدواته ببطء. التفت قبل أن يغادر وقال: الدكتورة. قلت: نعم. قال: شكراً. قلت: على ماذا؟ قال: على إنك بتشوفيني. ذهب وأنا بقيت في مكاني. على إنك بتشوفيني 4 كلمات، لكنها قالت أكثر من أي جملة طويلة. قالت: أنا رجل بسيط لا يراه أحد، وأنت تريني، هذا يعني شيئاً. ودخلت البيت وخالد على الأريكة ينظر في هاتفه، لم يرفع رأسه. الفصل الخامس: الدموع والحدود. في الأسبوع العاشر حدث ما حدث. كان الخميس. خالد سافر في رحلة عمل لمدة 3 أيام، أو هكذا قال. في الماضي كنت أصدق، الآن أنا أعرف أنه ليس دائماً في رحلات عمل، لكنني كففت عن السؤال منذ زمن. جلسنا في الحديقة في المساء، كان يقرأ قصيدة لمحمود درويش، قصيدة عن الغياب. وصل إلى مقطع يقول: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. توقف وقال: يعني الشاعر بيقول إنه رغم كل حاجة في أسباب للاستمرار. قلت: نعم، هذا ما يقوله. قال: وأنت عندك أسباب للاستمرار؟
السؤال جاء ببساطة بالغة، لم يكن يقصد شيئاً فلسفياً عميقاً، كان يسأل بصدق إنسان يريد أن يفهم. لكن السؤال وقع علي كأنه مفتاح وجد قفله بالمصادفة. أنا أستاذة في 48، زوجي يخونني، ابنتي في الجامعة ولا تعرف، أمي مريضة، أصدقائي يعرفون الدكتورة حنان ولا يعرفون حنان التي تبكي في الليل وحدها. كل يوم أقف أمام طلابي وأتحدث عن معاني الكلمات، وفي الليل أنام بجانب رجل لا يراني. وسألني بستانياً بسيط في 31: عندك أسباب للاستمرار؟ بكيت بدون مقدمة، بدون تخطيط، فقد انهار شيء بداخلي كان مبنياً على أعمدة كانت تتآكل منذ فترة. الدموع خرجت صامتة أولاً ثم أسرع. مددت يدي لأمسح وجهي بسرعة وكأنني أريد إخفاء ما حدث، لكنه رأى. لم يقل لا تبكي كما يفعل الناس حين يزعجهم البكاء. لم يقل كل شيء سيكون بخير كما يقول الناس حين لا يعرفون ماذا يقولون. جلس في مكانه ونظر في الحديقة وقال بعد لحظة: الياسمين النهاردة فتح أكثر من المعتاد. أعطاني مساحة، أعطاني إذناً بالبكاء دون أن يجعل البكاء مناسبة. مسحت دموعي، قلت آسفة. قال: ليه؟ ده مش وقت البكاء. قال: إمتى بيجي وقت البكاء؟ لم أجب. ثم حدث ما لم يكن يجب أن يحدث. حين مددت يدي لأتناول الكوب من على الطاولة، مست يدي يده على الطاولة. لم أنتبه في اللحظة الأولى، ثم انتبهت. لم أسحب يدي، بقيت للحظة، هو أيضاً لم يتحرك. ثم بهدوء وبدون كلام تراجعت يداه، وأنا رفعت الكوب وشربت، وقلبي يدق بسرعة لا تناسب ما حدث. ألا يكون ما حدث مجرد لمسة عارضة؟ أليس هذا كل ما كان؟ نعم، هذا كل ما كان. لكن لماذا بقيت في الليل صاحية أفكر في لمسة عارضة؟ الفصل السادس: الخط الرفيع. في الأسبوع التالي قررت أن أعيد المسافة، مسافة المعلمة والتلميذ، مسافة السيدة والبستاني. قررت لأنني أعرف ما تعني تلك اللحظات، أعرف أكثر من أي شخص آخر. كنت قد كتبت بحثاً كاملاً عن ديناميكيات العلاقات المحرمة في الثقافة العربية. أعرف كيف تبدأ، بلمسة، بنظرة، بكلمة تقول أكثر مما كان يجب. جلست على الكرسي الأبعد، أحضرت الكتاب دون قهوة. قلت: نبدأ. لاحظ. لا يمكن أن لا يلاحظ، لكنه لم يعلق، قال فقط: ماشي. شيء ما في هذه الكلمة ماشي جرحني، لأنه لم يلح، لم يطالب بتفسير، قبل الأمر ببساطة، بكرامة. كم مرة طلبت من خالد أن يلاحظ أنني بعيدة وأن يسأل لماذا؟ كم مرة انتظرت وكم مرة لم يسأل؟ انتهى الدرس ذلك اليوم بشكل طبيعي، لكن حين هم بالمغادرة ناديته. حسن التفت. قلت: شكراً، أنت تلميذ مجتهد. ابتسم، الابتسامة العريضة، السنة المكسورة، وقال: وانتي أحسن أستاذة، اتعلمت منها. ذهب وبقيت أمام باب الحديقة أنظر في الفراغ. أنا أستاذة، دكتورة، درست الشرف العربي لمئات الطلاب، أعرف كل علامة، كل إشارة، أعرف كيف تبدأ الأمور التي لا يجب أن تبدأ. ومع ذلك وجدت نفسي تلك الليلة أفتح باب مكتبتي وأبحث عن قصيدة تناسب ما أشعر، وكانت قصيدة عن الحب الممنوع. قرأتها مرتين وأغلقت الكتاب. مرت أسابيع على تلك الليلة وأنا أعيد ترتيب الأشياء داخلي مرة بعد مرة. أقنعت نفسي أن ما أشعر به هو مجرد وحدة، مجرد امرأة محرومة من الاهتمام، تجد في رجل بسيط انعكاساً لما تفتقده، لا أكثر. قلت لنفسي: أنت تعرفين أكثر من أي شخص آخر ما هذا، أنت درست هذا، أنت كتبت عنه، هذا ليس حباً، هذا ملء فراغ. لكن الفراغ كان كبيراً، وحسن كان يملأه بلا جهد ظاهر، بمجرد وجوده. في الأسبوع 12 من الدروس جلسنا كالمعتاد. كان يقرأ قصيدة جديدة عن الحنين إلى الوطن. وصل إلى مقطع: وما زلت أحمل في قلبي كل ما خلفت ورائي. توقف. قال: ده يعني إيه إن الواحد بيشيل كل اللي سابه؟ قلت: يعني أننا لا نستطيع أن نترك الماضي حقاً، نحمله دائماً. نظر إلي. قال: وإنتي بتحملي أي الصمت؟ نزل بيننا. ثم قلت: كثير وكله ثقيل. قال: بس أنتي مش بتبيني، كأنك تعبانة.
قلت: لأنني تعلمت أن أخفي. قال: ده تعب بقى. 4 كلمات لكنها أصابت ما لا أريد أن يصاب. ذلك اليوم حين انتهى الدرس لم يذهب فوراً، بقي يرتب أوراق الكتاب ببطء، وأنا بقيت أنظر في الحديقة. الغروب كان يصبغ كل شيء بلون ذهبي هادئ. الياسمين كان يفوح بحدة أكثر من المعتاد. قال: الدكتورة. قلت: نعم. قال: لو حصل يوم وما جتش مش حتقدري تنسيني. لم يقلها بغرور، قالها كمن يقرر حقيقة بسيطة. وأنا حين أردت أن أرد بكلمة عقلانية وجدت أن الكلمات لم تأتي. قال: أنا عارف إن ده مش مكاني، أنا بستاني وإنتي دكتورة، بس اللي بيحصل هون ده حقيقي. وقبل أن أجيب مد يده ببطء شديد، لم يلمسني، وضع يده على حافة الطاولة قريبة من يدي وبقي. أنا لم أتحرك. كانت تلك اللحظة التي يمكن أن أقول لكم: هنا وقفت، هنا أدركت، هنا كان يجب أن أقول: حسن، هذا كاف، لكنني لم أقل. وهنا صار الخط الرفيع أرفع مما ينبغي. الفصل 7. سميرة ترى. لم تكن سميرة صديقتي المقربة، لكنها زميلتي منذ 10 سنوات، أستاذة في قسم علم النفس الاجتماعي. امرأة ذكية وملاحظة، ذكاؤها يجعلها تقرأ الناس قبل أن يفتحوا أفواههم. لم أعلم أنها جاءت. ذلك اليوم كنت قد نسيت تماماً أنني وعدتها بإعارتها أحد الكتب. جاءت عصراً. الخادمة لم تكن في البيت. الباب الجانبي الذي ظللت أنسى إغلاقه من الخارج كان مفتوحاً. دخلت الحديقة وأنا وحسن جالسان على الكرسيين المتجاورين كالمعتاد تحت شجرة الياسمين. الكتاب مفتوح بيننا، أصابعنا قريبة على الصفحة، رأسانا يميلان نحو بعضهما. ومن زاوية معينة لا أعرف كيف بدأ المشهد، سميرة وقفت. حسن التفت أولاً، وثب من كرسيه وقال بحياء: أيوة يا هانم. أنا رفعت رأسي ورأيتها. وجهها لم يكن منكراً، لم يكن صاخباً، كان شيئاً أسوأ، كان يقرأ. قالت بهدوء تام: آسفة يا حنان، نسيتي تخبريني إنك مشغولة. قلت بسرعة أكثر مما يجب: لا سميرة، هذا درس قراءة، أنا أساعد حسن في تعلم القراءة. قالت: طبعاً. هاتان الكلمتان طبعاً حملتا عالماً كاملاً، ليس اتهاماً صريحاً، لكن اتهاماً بين السطور. كأنها قالت: أفهم، ولن أقول شيئاً الآن، لكنني أفهم. أخذت الكتاب الذي جاءت من أجله، قالت: أشوفك بكرة في الجامعة، وخرجت. حسن لم يتكلم لوهلة، ثم قال بصوت هادئ: زميلتك؟ قلت: نعم. قال: فهمت. وقفت. صوتي هدأ فجأة حتى أنا لم أعرف كيف. قلت: لا أعرف ما فهمت، لكن. قال: بس لحظة. ثم قال: أنا عارف إنه ده كان هيحصل يوم من الأيام، إنه الموضوع أكبر مني، أنت عارف وأنا عارف، بس اللي بيحصل هنا حقيقي، والحقيقي ده مش لي مكان هنا. نظرت إليه، رجل بسيط، صادق، كريم بطريقة نادرة، وهو يقول لي ما يجب أن أقوله أنا له. قلت: حسن. قال: أنا حكمل الشغل لآخره، الحديقة تحتاج 2 أسبوع كمان. وبعدين لم يكمل، لكنني فهمت. في تلك الليلة أرسلت سميرة رسالة قصيرة: حنان، أنت أكثر إنسانة أحترمها في الجامعة، وأنا هنا لو احتجتي، بس خلي بالك من نفسك. قرأتها مرارا: خلي بالك من نفسك، ليس تحذيراً من الآخرين، تحذير مني لنفسي. أغلقت الهاتف وجلست في المكتبة في الظلام لساعة كاملة. في اليوم الأخير من عمله في الحديقة جاء مبكراً، أنهى كل شيء بدقة مثالية، نظف ورتب وأعاد كل نبتة لمكانها الصحيح. حين جاء إلي ليقول وداعاً، مسك الكتاب الذي تعلم منه. قال: ممكن آخذه؟ قلت: خذه، هو لك. قال: حكمل أتعلم، ما حوقفت. قلت: أعرف. قال: وإنتي تاخدي بالك من نفسك يا دكتورة. نفس الجملة سميرة قالتها وهو قالها. مد يده للمصافحة. هذه المرة مددت يدي وصافحته، وتلك المصافحة كانت أكثر ما قيل في كل تلك الشهور دون كلام. ثم حمل أدواته وخرج من الباب. الحديقة بقيت، الياسمين بقي، الكرسيان بقي تحت الشجرة، وأنا بقيت.
الفصل الثامن، المحاضرة الأخيرة. هل كنت على حق؟ بعد أسبوعين من رحيل حسن، دخلت قاعة المحاضرات كالمعتاد. الطلاب جالسون، الأوراق جاهزة، شاشة العرض تنتظر، كل شيء في مكانه كما هو دائماً. موضوع محاضرة اليوم: الشرف والقرار. هل الشرف حالة أم فعل؟ وقفت أمامهم، فتحت الملفات، وفجأة لم أستطع أن أقرأ ما أمامي. ليس لأن الكلمات كانت صعبة، بل لأنها كانت مألوفة جداً. كنت أنا التي كتبتها، وأنا التي عاشت عكسها. أغلقت الملف ونظرت في وجوه طلابي. قلت: قبل أن نبدأ المحاضرة المقررة، أريد أن أسألكم سؤالاً. توقفت همسات القاعة. قلت: إذا عرف شخص ما هو الصح بكل تفاصيله، هل هذا يعني أنه سيفعله؟ صمت. ثم قال أحد الطلاب: لا بالضرورة يا دكتورة، المعرفة والفعل شيئان مختلفان. قلت: صحيح، المعرفة والفعل شيئان مختلفان. جلست على المنضدة لأول مرة في حياتي التدريسية. لم أقف كما اعتدت، جلست وتحدثت. قلت: أنا درست الشرف العربي ل20 عاماً، أعرف أصوله، أعرف تحولاته، أعرف كيف يعرف في النصوص الكلاسيكية وكيف يفهم اليوم. وأنا أعرف أيضاً أن المعرفة النظرية لا تحمي من اللحظات الحقيقية. نظرت إليهم. قلت: هل تعلمون ما هو أصعب شيء في الشرف؟ ليس الفعل. الفعل يمكن تجنبه بإرادة قوية. أصعب شيء في الشرف هو الشعور، ما تشعر به حين تجد في شخص ما كل ما افتقدته، حين تجد شخصاً يراك ويسمعك حين كنت غير مرئية ولا مسموعة منذ سنوات. ذلك الشعور لا يمكن الأمر به ولا النهي عنه، يأتي بدون استئذان. قال طالب: إذن الشرف غير ممكن. قلت: لا، الشرف ممكن، لكنه لا يعني أنك لن تشعر، يعني أنك حين تشعر ستختار، وذلك الاختيار يحدث أحياناً في لحظة واحدة فارقة لا تعود. صمت لحظة وفكرت في تلك اللحظة التي لا تغادرني، لحظة اليد على الطاولة، لحظة الياسمين والغروب، لحظة سميرة على الباب، لحظة المصافحة الأخيرة. قلت: ربما لم أكن أعلم الشرف طوال هذه السنوات، ربما كنت في كل هذه السنوات أتعلمه. قاعة كاملة من الطلاب تنظر إلي بصمت تام، لم أشهد مثله من قبل في مشواري كله. ثم قلت: والآن السؤال لكم، ليس لي أنا. أنتم جالسون الآن وتسمعون قصة امرأة وقفت على حافة ولم تسقط، لكنها شعرت بالجاذبية وعرفت طعمها. فهل هذا يجعلها فاضلة أم ضعيفة أم إنسانة فقط؟ صمت طويل ملأ القاعة، ثم قال طالب من الخلف بصوت هادئ: إنسانة يا دكتورة. وتبعه آخرون بكلمة واحدة: إنسانة. نزلت عن المنضدة وقلت: تلك هي محاضرة اليوم. بعد انتهاء الفصل الدراسي سافرت لبضعة أيام بمفردي، لم أخبر أحداً بكثير، فقط قلت: أحتاج وقتاً. في تلك الرحلة القصيرة الهادئة اتصلت بمحامٍ لأول مرة في حياتي. لا أعرف ما سيحدث بعد ذلك بالضبط، لكنني لأول مرة منذ 3 سنوات قررت. ليس بسبب حسن. حسن كان مجرداً مرآة رأيت فيها وجهي الحقيقي، وجه امرأة تحتاج أن تقرر أن تعيش، وليس فقط أن تعلم الآخرين كيف يعيشون. أما خالد سيعرف في الوقت المناسب، وأما أنا حنان، دكتورة حنان صالح، 48 عاماً، وللمرة الأولى منذ زمن طويل أشعر بأنني على وشك أن أعيش السنوات التي تليها كما أختار، لا كما يختار لي. هذه قصتي، حكيتها لأنني آمنت بشيء واحد: لا أحد ينبغي له أن يحكم قبل أن يسأل نفسه. لو كنت مكانها وكان بيتك بارداً كالثلج منذ سنوات، وكان ثمة شخص يرى فيك ما لا يراه أحد، ماذا كنت ستفعل؟ الجواب هو الحكم الحقيقي.